بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الخليفة الثاني من خلفاء الدولة الأموية، وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة 26 هجريا، وأمه ميسون بنت بجدل الكلبية، وهي امرأة بدوية تزوجها معاوية قبل أن يلي الخلافة، غير أنها لم تحتمل المعيشة في دمشق فردها إلى أهلها، فنشأ يزيد في البادية، وكان فصيحا كريما وشاعرا بليغا. ولما مات معاوية بايعه أهل الشام بالخلافة، وبعث يزيد إلى أهل المدينة من يأخذ له البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس، فبايعه ابن عمر وابن العباس. أما ابن الزبير فأبى المبايعة وذهب إلى مكة، وأخذ يعمل على بث الدعوة لنفسه، ولكنه وجد الحسين بن علي أولى بالأمر منه، فعمل على تحريضه مظاهرا مناصرته له. أما الحسين بن علي فقد رفض بيعة يزيد، وخرج من المدينة قاصدا مكة. ولما وصل أهل الكوفة خبر رفضه لبيعة يزيد، وكانوا يكرهون بني أمية، كتبوا إليه الكتب يدعونه إلى القدوم إليه، ويعدونه بالنصرة على بني أمية. فأرسل ابن عم مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليستطلع له حقيقة الأمر. ولما وصل مسلم إلى الكوفة وزع أمره، بايعه من أهل الكوفة عدد غير قليل، فكتب بالخبر إلى الحسين وسأله القدوم إليه. ولما اطمأن الحسين إلى مبايعة أهل الكوفة له على حرب يزيد، خرج عقب موسم الحج يريد الكوفة، وكان عبد الله بن العباس قد نهاه عن الخروج إلى الكوفة، وأعلموا أن أهل العراق قد يخذلوه كما خذلوا أباه من قبل. لكن الحسين لم يستمع، واتجه إلى الكوفة سنة 61 هجرية. وكتب يزيد إلى والي الكوفة عبيد الله بن زياد بالتصدي للحسين. وأثناء مسير الحسين إلى الكوفة أتاه خبر مقتل ابن العقيل ابن عمه، وكان مناصرا له في دعوته، فنصحه أصحابه بالعودة والتوقف عن المسير، ولكن الحسين صمم على الاستمرار بالرغم من علمه بمقتل ابن عقيل. وتفرغ أكثر الناس عنه فيما عدا بعض المخلصين من أتباعه وأبنائه وأقربائه، ولم يكن مجموعهم يزيد عن 100. والتقوا بجيش ابن زياد المؤلف من 4000 رجل عند قربلاء شمالي غرب الكوفة يوم 10 من المحرم سنة 61 هجريا، حيث دارت معركة غير متكافئة انتهت بمقتل الحسين بن علي ومعظم من كانوا معه، وحملت رؤوسهم إلى ابن زياد. وذكر بعض المؤرخين أن عدد من قتل مع الحسين كان نحو 87، منهم ابن علي بن الحسين. كانت واقعة كربلاء سيئة الأثر على المسلمين، فقد اعتبر الحسين بن علي شهيدا، هذا في الوقت الذي وصف فيه البعض يزيد بن معاوية بأنه سفاكا، بينما يرى آخرون أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وإنما أمر الرجال بأن يحيطوا به ولا يقاتلوه إلا إذا قاتل، لكن الحسين صمم على القتال. ولا شك أنه كان ممكن عدم قتل الحسين والاكتفاء بمحاصرته مع جماعته حتى يهدأ، ليحفظ بذلك دم الحسين ودم آل بيت الرسول. ويعتبر قتل الحسين نقطة سوداء في تاريخ يزيد الذي حزن حزنا شديدا حين حمل له رأس الحسين، وقيل أنه لعن قاتليه وأحسن إلى أسرة الحسين بعد مقتله. وقد ذكرت السيدة زينب ووصفت حالة الحزن والألم التي كان يعيها يزيد لما حدث للحسين ولآل البيت. هذا وقد أنتجت واقعة كربلاء دروبا من الشقاق والجدال بين المسلمين، كما خلفت في العراق وغيرها شعور عدائي ضد بني أمية. وعلى ذلك فقد أسكت موقعة كربلاء في نفوس العلويين ذلك الحماس الذي استغله أحفاد العباس فيما بعد لمصلحتهم الشخصية وتقويض دعائم الدولة الأموية. كذلك أدت هذه الواقعة إلى تطور التشيع وتفاقم سخط سائر المسلمين وحنقهم على بني أمية وولاتهم. وقد كان التشيع قبل مقتل الحسين رأي سياسي نظري، فلما قتل أصبح عقيدة راسخة في نفوس الشيعة. وقد علق أحد المؤرخين على هذه الموقعة وما كان لها في نفوس الشيعة خاصة والمسلمين عامة بقوله: لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع والهلع في جميع البلاد الإسلامية، كما أسكت في نفوس أهل بلاد الفرس ذلك الحماس الوطني الذي ساعد بني العباس على تقويض عرش الأمويين وإسقاط دولتهم.
هذا وقد أنتجت واقعة كربلاء دروبا من الشقاق والجدال بين المسلمين، كما خلفت في العراق وغيرها شعور عدائي ضد بني أمية. وعلى ذلك فقد أسكت موقعة كربلاء في نفوس العلويين ذلك الحماس الذي استغله أحفاد العباس فيما بعد لمصلحتهم الشخصية وتقويض دعائم الدولة الأموية. كذلك أدت هذه الواقعة إلى تطور التشيع وتفاقم سخط سائر المسلمين وحنقهم على بني أمية وولاتهم. وقد كان التشيع قبل مقتل الحسين رأي سياسي نظري، فلما قتل أصبح عقيدة راسخة في نفوس الشيعة. وقد علق أحد المؤرخين على هذه الموقعة وما كان لها في نفوس الشيعة خاصة والمسلمين عامة بقوله: لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع والهلع في جميع البلاد الإسلامية، كما أسكت في نفوس أهل بلاد الفرس ذلك الحماس الوطني الذي ساعد بني العباس على تقويض عرش الأمويين وإسقاط دولتهم. لم تنتهي مصائب يزيد عند حد كارثة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي سنة 61 هجريا، فقد كان على يزيد أن يواجه موقف أهل الحجاز العدائي من خلافته الذين صاروا بالمدينة وأعلنوا خلعه وطردوا عامله، فبعث إليهم يزيد مسلم بن عقبة وكان من جبابرة العرب ودهائهم، وأمره بالتوجه إلى أهل المدينة لإخضاعهم، ثم التوجه إلى مكة لمقاطعة عبد الله بن الزبير والذي أعلن ثورته هناك على يزيد بعد مقتل الحسين، وأخذ البيع من أصحابه بمكة وطالب بالخلافة. فوصل جيش يزيد المدينة ووقعت معركة هناك بين قواته وقوات السائرين في موضع غربي المدينة يعرف بالحرة، وقد هزم فيها أهل المدينة في أواخر ذي الحجة سنة 63 هجريا، وقتل في المعركة كثير من أشراف الأنصار وخلق كثير من بني هاشم وسائر قريش وغيرهم من سائر الناس. ولم يكتف مسلم بن عقبة بما أحرزه من نصر، بل دعا الناس في اليوم التالي لواقعة الحرة إلى البيعة، وأرغم كبار أهل المدينة على مبايعة يزيد في قباء، بل هدد كل من لم يجب دعوته بالقتل. ولما فرغ مسلم بن عقبة من أمر المدينة وأخذ البيعة من أهلها ليزيد، أراد الخروج إلى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير، وكان إذا زاج محتمي بالكعبة وسمى نفسه العائز بالبيت، غير أن مسلم بن عقبة ما لبث أن توفى في الطريق وتولى مكانه الحصين ابن نمير السكوني الذي سار على رأس الجيش الأموي قاصدا مكة، فوصلها في محرم سنة 64 هجريا. وكان أهل مكة قد بايعوا ابن الزبير والتفوا حوله، كما لحق به كثير من أهل المدينة. وأثناء حصار الجيش الأموي لمكة جاءت الأخبار بوفاة يزيد، فدعا ابن الزبير الناس لبيعته، إلى أن أهل الشام لم يعترفوا به وبايعوا بعد يزيد بالخلافة ابنه معاوية، وهو معاوية الثاني سنة 63 هجرية، وكان صبيا ضعيفا لم يزد حكمه على 40 يوم. وقد اختلف في أسباب وفاته، فقيل أنه سقى شربة، ومنهم من قال أنه طعن، وكان قد فكر في ترشيح رجل للخلافة فلم يجد الرجل الذي يصلح لها، فرأى أن يقتدي بعمر بن الخطاب الخليفة الراشد في اختيار 6 ينتخب الخليفة من بينهم، فلم يفلح، فترك الأمر شورى للناس وقال لهم: أنتم أولى بأمركم، فاختاروا من أحببتم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى. الشخصية القادمة عن الخليفة الأموي الثالث مروان بن الحكم. وشكرا على حسن استماعكم.